بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ ان شاء الله في فيديو النهارده حابه اوريكم بيض الفراخ الساسو اللي هو ده اللي قدامنا ده بيض الفراخ الساسو، واقول لكم الفرق بينه وبين البيض المائده وبين البيض البلدي والبيض الفيومي. واقول لكم بعض المعلومات كده لو انتوا حابين تسيبوا فراخ عندكم ساسو او اي نوع فراخ حابين تسيبوها للبيض. هقول لكم شويه معلومات كده او نصايح هتوفر عليكم كتير ان شاء الله. بيض الفراخ الساسو يا جماعه هو ده اللي قدامنا ده، شايفين؟ يعني هو جاي لا جاي ابيض ولا جاي احمر، يعني اللي هو ده اللي هو في الصوره ده هو ده بيض الفراخ الساسو. ما شاء الله حجمه كبير اهو، ولا جاي ابيض ولا جاي احمر. البيض ده يا جماعه بيستخدم في التفريخ فقط، في التفريخ فقط. البيض اللي قدامنا ده مفيش فيه بذره، فعشان كده طالع للاكل. مش بيستخدم في التفريخ لان مفيش فيه بذره، ما كانش مع الفراخ ديك، فعشان كده طالع للاكل. البيض ده لو لقيتوه في المحلات تعرفوا ان هو بيض فراخ ساسو. شايفين هو لا جاي لا ابيض ولا احمر. الاحمر اهو زي ما احنا شايفين اهو، احمر خالص اهو. ده بيض الفراخ المائده. البيض ده يا جماعه ناس كتير فاكره ان البيض ده الاحمر ده اللي احنا بنشتريه من المحل بيض فراخ ساسو. لا، ده نوع وده نوع تاني خالص. الفراخ الساسو البيض بتاعها بيستخدم في التفريخ، تفريخ فراخ ساسو. اما البيض المائدة اللي احنا بنشتريه ده سواء كان ابيض او احمر، ده نوع فراخ تانية خالص. البيض الاحمر ده بتنتجه فراخ بياض احمر، هي اصلا معدل البيض وما بيكونش فيه بذره يا جماعه لان ما بيكونش فيه ديك. مش بيستخدم في التفريخ يعني. ده بيكون طالع للأكل، فما بيكونش فيه بذرة. يعني اللي عايز يعمل مشروع فراخ يجيب فراخ بياض أحمر أو فراخ بياض أبيض. الفراخ البياض الأحمر بتنتج البيض الأحمر ده وبيكون سعره أغلى، سعره أغلى من البيض الأبيض. الفراخ البياض الأبيض بيبقى إنتاجها أوفر شوية أو أزيد شوية من البيض الأحمر، بس بيبقى رخيص حاجة بسيطة جدا، يعني بيكون جنيه أو اتنين عن الكرتونة الأحمر، كرتونة البيض الأحمر. فالبيض ده يا جماعة ده بيض فراخ بياض أحمر، مختلف تماما خالص عن بيض الفراخ الساسو. ده بيستخدم في الأكل، ده بيستخدم في التفريخ، تفريخ ساسو. طيب لو حابين ده طبعا بيض فراخ بلدي على فيومي ذهبي اهو. شايفينه بيبقى شبه خالص البلد الصافي بيبقى ابيض وصغير خالص. شايفين الفرق الحجم اهو، بيبقى صغير عن ده. شايفين؟ ده بيض الفراخ البلدي بيكون صغير خالص عن البيض الفراخ الساسو، واصغر برضو من اللي هو الفيومي الذهبي. الفيومي الذهبي بيبقى زي ما قلت لكم قبل كده مهجن بالساسو، فتلاقي البيضه بتاعتها محمره شويه، مش ابيض صافي خالص، بتكون محمره شويه عن الفراخ البلدي الحر. كل ما البيضه تلاقيها احمرت شويه وبقت مقربه كده للساسو تعرف ان هي مهجنه بالساسو. يعني الانواع المهجنه كلها بتنتج بيض مماثل او شبه البيض الفراخ الساسو، بيكون كبير شويه بس بيكون طعمه طعم البلدي لانه بيبقى مهجن بين البلدي وبين الساسو. طيب لو انتوا حابين يا جماعه ان عندكم مثلا شويه فراخ ساسو حابين ان انتوا تسيبوها للبيض، فما انصحكوش خالص ان انتوا تعملوا حاجه زي كده. لان الفراخ الساسو دي البيض بتاعها يعني عايزة رعاية شوية عن تربية البيوت. يعني الأكل بتاعها بيبقى بمقدار وبنسب عشان يعني مناعتها بتبقى أقل من الأنواع التانية. ويفضل يعني ان هي لها برامج تغذية وحاجات من دي احنا مش هنقدر ان احنا نعملها في البيوت او نوفرها، او ما عندناش العلم الكافي ازاي نربيها يعني وما نخسرش فيها. اما انت لو ربطها في البيت عندك هتلاقيها بتربي دهن معاكي، هتكبر فعلا خالص وتبيض وكل حاجه، بس فجاه هتلاقيها ربت دهن كتير جدا في المؤخره من ورا وتفطس منك وتموت من غير اي سبب، لان انت ما انتش عارفه تربيتها ازاي. هي تربيتها مكلفه شويه وبتبقى تاخد ادويه وكده عشان ينتجوا بيض كويس عشان يستخدموه في التفريخ. البيض بتاعه ده خساره ان هو يا جماعه يتاكل، يعني خساره ان هو يتاكل، بيتفرغ فبيدي عائد اكبر يعني.
اما البيض الاكل في انواع كتير خالص ان احنا نربيها للبيض، زي الفراخ البياض الاحمر دي انتاجها عالي برضو من البيض، مش زي الساسو، الساسو اقل بكتير. وده المتداول يعني انتاجها عالي، هي اصلا مصممة ان هي تنتج بيض. الفراخ البياض الاحمر او الفراخ البياض الابيض، ده بينتج ابيض وده بينتج احمر، نوعين مختلفين تماما عن الساسو وعن الفراخ البيضة. برضو لو فاكرين ان الفراخ البياض الابيض هي اللي هي فراخ التسمين، لا دي فراخ تانية خالص، ما بتشيلش لحمة خالص يا جماعة، اللي هي بتبقى الفرخ بجنيه، اللي هو بيبقى يتباع الفرخ بجنيه، ده اللي هي الفراخ الاتش دي. مش فراخ بيضة خالص يا جماعة، ده فراخ نوع تاني خالص، وهم بيبقوا يتخلصوا من الذكور بتاعتها، هم لهم طريقة كده في الجناح بيعرفوا الفرق بين الكتكوت، سواء كان ديك او فرخة يعني، فبيطلعوا الديوك من اول يوم، لان هم مش هيستفادوا بيها، لا بتنتج لا بيض ولا بتنتج لحم، فبيطلعوها بقى، هي اصلا بتكون خارجة ان هي تتعدم. فالناس بتاخدها وتبيعها الواحد بجنيه احسن يعني من ما تتعدم. بس الناس اللي بيربوها وبيكتشفوا في الاخر ان هي لا بتشيل لا بيض ولا لحم، يعني ما بتنتجش بيض لانها بتبقى اصلا ديوك، وهي اصلا ما بتشيلش لحم لان هي مصممه، دي انواع حديثه يا جماعه، ناتجه عن تهجين سلالات معينه عشان تدينا، لو احنا عايزينها للتسمين تدينا اكبر قدر ممكن من اللحم، ولو احنا عايزينها للبيض بتدينا اكبر قدر ممكن من البيض. فالفراخ البياض الاحمر بتنتج اكبر كمية، يعني مفيش احسن منها. الفراخ البياض الابيض برضو بتنتج كمية في البيض، ومصممة ان هي ما تنتجش لحم وما ما تسمنش، لكن الفراخ الساسو دي اصلا بتربي يعني فراخ تسمين، فبتلاقيها تربي لحم وتعمل تسمين، يعني مش بتبقى معدة خالص للبيض. فانت لو ربطيها هتكبر معاك وكل حاجة، بس فجأة هتلاقيها بتموت منك وبتفطس لوحدها كده من غير اي سبب. فانت لو عايزة حاجة للبيض، انصحك مثلا احلى حاجة للبيض للبيت، طبعا الفراخ البلد الحر، لان دي اكتر مناعة، اكبر حاجة عندها مناعة يا جماعة هي الفراخ البلد الحر، لو انت عايزة تربي للبيت. يليها بقى الانواع المهجنه لحد اما نوصل لحد الفراخ الهجيني، يعني عندك الفراخ الرزي ممكن، الفراخ الجميزه ممكن، الفراخ الفيوم الذهبي ممكن، الفراخ الفيوم الفضي برضو جميله زيها زي البلد الحر. لما لقيتيش فيوم فضي مفيش مشكله خالص، زي هياها الفراخ هياها الفراخ البلدي، الاتنين انتاجهم واحد. اصلا الفراخ الفيوم الفضي نوع من انواع الفراخ البلدي، فانت لو مش لاقيه فضي مفيش مشكله خالص، وخليكي في البلدي عادي، ده اكتر مناعه. برضو الفراخ الفيوم الدهبي يا جماعه جميله جدا ما شاء الله في انتاج البيض واللحم، لو انت عايزه حاجه للاتنين اتكل على الله وهاتي الفراخ الفيومي الدهبي ما شاء الله، ان كنت عايزاها للحم هتديك، ان كنت عايزاها للبيض برضو بتبيض، وانتاجها كويس جدا من اللحم ومن البيض، والبيض بتاعها بيبقى كبير شويه عن البلدي كمان. فانت لو حابه انت تربي، يعني انت شوفي انت عايزه تربي ايه الاول، لو انت عايزه تربي للحم تجيبي تسمين، مفيش طبعا احسن من الابيض والساسو، دول احسن نوعين للتسمين. طيب عايزه تربي حاجه للبيض بس، يبقى عليكي وعلى ايه، الفراخ البلدي الحر او البلد المشعر برضو كويسه، بس كل ما ما يبقى النوع صافي كل ما المناعه معاكي تبقى كويسه، متحتاجش معاكي ادويه، ترميها كده على السطح من غير ما تتعبي في تربيتها ولا حاجه، ما تلاقيش فيها ما تلاقيهاش تموت من غير سبب، ما تلاقيهاش بتربي دهن مثلا في المؤخره ويحصل لها انقلاب رحم. فكل ما انت عايزه حاجه للبيض خليكي في الانواع الحره الصافيه، ماشي، زي البلد الحر او الفيومي الفضي مش الذهبي. طيب انت عايزه هتربي حاجه للاتنين، يعني ساعه ما تعوزي تذبحي عايزه بيض تلاقي، يبقى تربي الانواع المهجنه زي الفيومي الذهبي زي الجميزه زي الهجيني، بس الهجيني اقرب للتسمين من البيض، يعني انتاجها احلى في، يعني خليها للتسمين، ومناعتها برضو بتبقى يعني احسن من من الابيض، واحسن من ال- الساسو، بس هي برضو معدل ايه ان هي تنتج لحم اكتر من البيض، هي بتدي بيض وكل حاجه بس مش زي طبعا الانواع الحره. فهمتوا يا جماعه؟ يعني لو انتوا عايزين عندكم فراخ ساس وعايزين تسيبوها للبيض بلاش، يعني نصيحه كده بلاش، هي هتنتج معاكم كل حاجه، بس
هتتحبكوا في الاخر وهتخسروا فيها في الاخر. فانتوا لو عايزين مثلا تعملوا مشروع يبقى تجيبوا فراخ البياض الاحمر والفراخ البياض الابيض. دي فراخ تانية خالص، بنوع عليكم اهوت ان هي انواع تانية خالص غير نوع التسمين. ودي طبعا بتحتاج شوية أدوية وبتمشوا معاها ببرنامج يعني. أكيد طبعا اللي هيشتغل في المشروع هيبقى عنده خلفية أو خبرة، بيبقى لها برنامج زي أدوية كده، وبدولها فيتامين سيلينيوم عشان تنتج بيض أكتر، يعني فترة انقطاع البيض تكون أقل. فيعني اللي حابب معلومات عن المشروع إن شاء الله نقول بعد كده، لو حابين تعملوها كمشروع، لكن للبيت يبقى عليكم على الأنواع الصافية لأن هي اللي بتتحمل تربية البيت والظروف المختلفة. كفاية كده يا جماعة عليكم، لأن حاسة إن طولت عليكم شوية، واللي عنده أي استفسار أو سؤال يكتبوا في التعليقات. وما تنسوش اللايك يا جماعة لو تكرمتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.